شباب تانية ثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الترم الاول عدى على خير والحمد لله ربنا كرمنا. عندنا الترم التاني للاسف بقى منهج حلو كده ومحترم، وزي ما عملنا الترم الاول احنا محتاجين نقفل كتاب الامتحان، نعمل سكتش حصة، نعمل سكتش اخطاء، نعمل زي ما طلب التالتة بتعمل. يلا اقول لكم خطة شهر فبراير علشان تبقوا عارفين احنا هنعمل ايه اول باول. ان شاء الله احنا هنبدأ الترم التاني يوم السبت 31/1، وهنبدأ بحاجة بسيطة، شرح درس الشغل بس، وعشان تبقى الحصة في الأول برضو خفيفة كده، وعشان الناس الجديدة تبتدي تعرف النظام بتاعنا عامل ازاي. يوم الثلاث 3/2 هنحل أمثلة كتاب الامتحان على الشغل، ويوم الجمعة 6/2 هنعمل بقى مراجعة واجب الشغل وحل بنك الأسئلة عليه، المراجعة بتاعت الواجب اللي انت بتاخدها. هنقفل يوم الجمعة درس الشغل تمام. بعد كده يوم السبت 7/2 هنشرح الدرس اللي بعده اللي هو الطاقة، والطاقة بقى في تصنيفها طاقة حركة وطاقة وضع والأمثلة بتاعتها، وهنبتدي نديك كده ملاحظات عليها. هنيجي يوم الجمعة 13/2 وهنحل الواجب بتاع الطاقة، وهنراجع التقييم الأسبوعي اللي الوزارة هتبقى نزلته، سواء بقى تقييم أو أكتر هنحله إن شاء الله يوم الجمعة 13/12. يوم السبت 14/12 هنشرح قانون بقاء الطاقة الميكانيكية. شرح الدرس ده صغير جدا، فاحنا هنحل عليه أمثلة وممكن نحل عليه شوية تدريبات كمان. يوم الثلاث 17/2 هنحل بقى الواجب اللي انت بتاخده الحصه اللي قبلها على قانون بقاء الطاقه الميكانيكيه. وعلى فكره احنا ليه دمجنا معاه مقدمه شرح كده على الحركه الاهتزازيه والاهتزازه الكامله، علشان قانون بقاء الطاقه الميكانيكيه احنا عارفين في الواجب اللي بيقف معاك واحنا بنحله، عشان يبقى فيه نوع من انواع المنافسه كده في الواجب وكل واحد يعرف مشاكله يعني. فمش هيبقى حاجات كتيره اللي واقفه هنا، فشرحنا معاه مقدمه كده للحركه الاهتزازيه والاهتزازه الكامله. يوم السبت 21/2 هعرفك يعني ايه زمن دوري، يعني ايه تردد، وهناخد تحويلات الطاقه للبندول البسيط. يوم الثلاث 24/2 هنحل بقى امثله على الحركه الاهتزازيه من كتاب الامتحان. ويوم الجمعة 27/2 هنعمل بقى مراجعة التقييم اللي عليه الدور الثاني والثالث، وحل على الحركة الاهتزازية وتبادل الطاقة من حركة الوضع بالنسبة للبندول. يوم السبت 28/2 هنشرح الموجة والحركة الموجية وأنواع الموجات، وده درس سهل جدا وصغير ممكن نحل عليه أسئلة برضو في نفس الحصة. ده هيبقى محتوى إلى حد ما مقبول جدا لشهر فبراير. خدوا اجازتكم بقى واظبطوا حالكم، عشان احنا راجعين على شغل محترم. هدفه الاساسي مش ان احنا بس نظبط منهج تانية ثانوي الترم التاني، احنا بنأسس نفسنا علشان نعرف نشتغل مع بعض في ثالثة ثانوي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.